ده لو اخر محل فساتين في الدنيا برضو مش هجيب من عنده. الفستان ده انا شفته جابني جدا، دخلت اكلمهم برايفت، قلت لها لو سمحتي انا عايزه اعرف هو ايجاره كام. قالت لي انت مناسبتك امتى؟ رحت قلت لها انا مناسبتي كذا كذا، ممكن اعرف بقى ايجاره كام؟ انا بسالها سؤال فهي بترد عليا بسؤال، يعني اللي هو انا استغربت، انا سؤالي بسيط، انا قلت انا عايزه اعرف ايجاره كام، يعني قلت لها هو ايجاره سر حربي؟ فحبت تقول لي اه سر حربي. ايه الطريقه دي؟ والله انا اول ما ردت عليها الرد ده وتقول لي وبعدين راجع الرسائل، رجعت الرسائل قلت يمكن هي ايه، يمكن انا اسأت الظن فيها، هي فعلا قالت لي ايجاره وانا ما شفتش، لقيت ان هي ما قالتليش برضه. فاللي هو ايه الطريقه دي؟ بسال نفسي انا عرفت الناس دي منين؟ اكتشفت ان انا عرفتك فعلا من بلوجر، لقيت ان هي عندها 30000 متابع. قلت يا ده على كده بقى لو انا رحت دخلت بقى كلمتها من على صفحه رسميه من صفحاتي اللي عليها العلامه الزرقاء دي، هل هي كانت هتتعامل معايا بنفس الطريقه؟ يا جماعه فوق، يا جماعه بتعاملوا البلوجرز احسن ما بتعاملوا البني ادم الطبيعي اللي هو عاملكم اصلا. يعني نصيحه لوجه الله يا جماعه، احترموا العميل الحقيقي، ان هو مصدر قوه البيزنس بتاعك هو